مدينة طنجة شهدت في الأشهر الأخيرة عمليات سطو متعددة باستعمال السلاح الأبيض استهدفت 11 صيدلية. هذه الصيدلانية كانت من ضمن الضحايا بعد أن اقتحم مسلح في منتصف الليل صيدلية الحراسة وسطى على مبلغ 6000 درهم. من الأولى شفنا بأن هز الموس، خفنا رجعنا للور، جبدنا له لاكيس بحال هكا وبدينا تنجبدوا له الفلوس وعطيناه. من بعد قالنا زيدوا شنو عندكم تما، قلنا له صافي راه ما بقاش هذا الشيء اللي كاين. ديك الساعه هو يكون غادي وقالنا الا خرجتوا تبعتوني راه نرجع زعما نخسر لكم وجهكم. صافي ديك الساعه فاش مشى اتصلنا بالشرطه. بعد تسجيل عدد من الشكايات فتح تحقيق من طرف الشرطة حيث تم التعرف على مشتبه فيه بواسطة كاميرا المراقبة بإحدى الصيدليات، ومن ثم نصب كمين وتم اعتقال مشتبهين فيهما في حالة تلبس بارتكاب سطو أسود بواسطة سلاح أبيض. تسجلت واحد مجموعه ديال الحالات، خدينا واحد مجموعه ديال المعلومات كتهم العمليه ولا الاشخاص اللي كينفذوا اماكن اللي فيه كتنفذ العمليه، وتم اجراء واحد مجموعه الحراسات تكلت بايقاف جوج الاشخاص بحال التلبس الوقيته اللي حاولوا ينفذوا عمليه السطو من داخل الصيدليه في احدى احياء ديال المدينه. لان هاد المعنيين بالامر هما نفسهم اللي نفذوا تقريبا في حدود شي 11 عمليه. بعد استكمال إجراءات التحقيق ستتم إحالة المشتبه فيهما على القضاء ليقول كلمة الفصل، بعد أن عانى صيادلة من رعب اسمه سطو مسلح لم تسلم منه 11 صيدلية بمدينة طنجة.